تعالَ أقول لك إزاي رسمت الsketch ده بمنتهى البساطة. أول حاجة وأنت بتفكّر في الحركة أو بتفكّر في أي حاجة عاوز ترسمها، خلّي إيدك دايمًا شغّالة وأنت بتفكّر، خلّي الأفكار اللي في دماغك ما تبقاش شفوية، خلّيك شايفها على الورق قدّامك، مهما كانت النتايج طلعت مش مضبوطة أو مش كويسة. أول حاجة طبعًا كنت بافكّر إن أنا عاوز أرسم حركة، حركة تكون عنيفة، يعني حركة يكون زي كرة القدم، هي اللي فيها بقى رجل قدّام ورجل ورا ودراع طاير ورا ودراع طاير قدّام وهكذا والكلام ده كلّه، مع طبعًا تعبيرات الوش والحاجات الجميلة دي. آمم، أعمل بس كده الدراع ده أخلّيه مثلًا ملموم كده، والدراع التاني ممكن أرفع الكتف، لو رفعت الكتف علشان إيه، أحسّسك بالجسم يكون بيتحرك كده بقوة. لكن برضه خلّي بالك أنا حاسس إن الحركة مش أحسن حاجة، لكن خلّيني إيه، مستمر في التفكير، مستمر في التخيُّل. تعبيرات الوش ممكن تقرّبني شوية، الشعر الطاير ده يحسّسك بالإيه، بالحركة وقوة الحركة. الكورة تحت الرجل، حسّيت إن الرجل إيه، لأ خارجة لبرّه أوي، فهاحاول إن أنا ألمّها لجوّه. من عند مثلًا إيه، عضلة الفخذ كده بانزل من عند إيه، الركبة وبعد كده الساق. وباحاول برضه أفتكر الحركة الحقيقية عاملة إزاي اللي أنا عاوز أرسمها، يعني هو المفروض برضه إن أنت لمّا بترسم حركة لازم بترجع لreference وبترجع لنماذج بتتفرّج عليها، تعرف الحركة عاملة إزاي بالضبط. لكن أنا إيه، والله كنت قاعد فاضي فقُلت إن أنا أجرّب يعني، أمشّي إيدي، يعني بامشّي إيدي بصراحة. بعد كده الخطوط اللي ما لهاش لازمة طبعًا المفروض إن أنا بامسحها، لكن علشان وقتك ووقت الفيديو فأنا هاشتغل تحبير على طول بالقلم الأسود. بالنسبة للقلم الأسود ده قلم سبورة عادي جدًا. باشتغل على الخطوط اللي أنا خلاص قررت بيني وبين نفسي إن هي دي، يعني مثلًا شكل الوش، الشعر عامل إزاي، وشوية الشخبطات اللي تحت عند الرجل دي هنرجع لها دلوقتي وأقول لك أنا استقريت على الخطوط إيه. بعد كده طبعًا باحاول إن أنا أبين كرمشة التيشيرت كده عشان هي برضه أحسسك إن إيه، في حركة كده، في اندفاع، في قوة، في كده يعني. باجي من عند الشورت من عند الرجل دي، الرجل اللي قدّام القوس بتاعها بيبقى لفوق، الرجل اللي ورا القوس بتاع الشورت بيبقى لتحت، لو أنت آخد بالك من الفرق أو لو أنا عارف أوصّله يعني. باجي من عند طبعًا الساق وبعد كده آآ القدم نفسها، طبعًا إحنا عارفين إزاي بنوزّع المفاصل، اتكلمنا فيها كتير قبل كده. هنا عملت خط كده حسّيته over أوي، بس مش مشكلة هابقى ألوّن الشورت ده خالص يعني. اللي هي الخطوط بتاع كرمشات الشورت لأ طلعت مش مضبوطة خالص. الرجل التانية ممكن أخلّيها لورا كده، طبعًا إيه الcurve بتاع العضلة، طبعًا لازم تبقى عارف العضلة يبقى مكانها فين بالضبط في الجسم، واتكلمنا فيها في الفيديو اللي فات لو كده وأعتقد كده الدنيا قرّبت أكتر. كده أعتقد الدنيا يعني إيه قريّبة شوية، والناس بقى بتوع كرة القدم بقى لو عارفين إن الحركة مثلًا فيها غلط أو حاجة معلش يسامحونا، إحنا بنجتهد والله. الشورت مثلًا ممكن أخلّيه لونه أزرق، هتقول لي اشمعنى أزرق؟ أقول لك ما أعرفش، هو القلم اللي طالع في إيدي هو الأزرق. باخد إيه، بُص وأنا بالوّن كده يعني باخد إيه، نفس الدوران بتاع الجسم نفسه، يعني الرجل اللي قدّام قوس لفوق، الرجل اللي ورا قوس لتحت، لو أنت ملاحظ الفرق يعني. بعد كده ممكن أخلّي الشراب كمان أزرق، نبعد خالص عن قصة أهلي وزمالك والكلام ده كلّه، ونخلّي كمان في خطين كده أزرق كده يلمّسوا مع الطقم، يعني يبقى طقم كده متكامل. ممكن أجيب لون تاني، أدخّل لون تاني وليكن لون أحمر أو نبيتي، اللون الأحمر غامق كده، بس السِن بتاعه بايظ فممكن يبوّظ لنا الدنيا، بس نجرّب ما فيش مشاكل. السِن مفرود أوي، ممكن ناخد له كمان خط كده يعني عند الشراب، ممكن كمان خط في التيشيرت نفسه عند الكتف كده من فوق. فكل ما بتجرّب كل ما بتحط تفصيلة كل ما بتقرّبك أكتر للموضوع. طيب لو أنا كل ما أحط تفصيلة الدنيا بتبوظ معايا، إيه اللي هيحصل؟ عادي كمّل عادي ما فيش مشاكل، ما هو بُص الإسكتشات دي أو التجارب اللي إحنا بنجرّب فيها دي، دي اللي بتطلّع لنا بقى الإيه، القرارات اللي إحنا بعد كده هناخدها، إن أنا مثلًا هل الشعر البني ده فكرة ناجحة والّا لأ؟ هل إني أعمل لونين على بعض، هل ممكن مثلًا أجرّب لون فلوماستر على لون خشب؟ وهكذا، يعني كل دي التجارب دي هي اللي بتعلّمك وهي اللي بتطلّع منّك إيه، الأفكار اللي أنت هتنفّذها بعد كده.
تمام. طبعًا أدي الكورة، وكمان ممكن أعمل إيه، ممكن لون البشرة في ألوان فيبر-كاسل ألوان الخشب في اللي هي ال24، في لون بيقولوا عليه اللون السيموني، فهو لون كده بنستخدمه دايمًا لتلوين البشرة، يعني هو لون مش بيج ومش بني، لكن لون إيه، لون كده قريب من البشرة. هو بس يعني في التصوير بيبقى طالع مش باين أوي، مش زي ما أنا شايف الورقة قدامي. ف فممكن برضه إيه، طبعًا أنت مش بتستخدم لون درجة واحدة، أنت بتستخدم كذا درجة علشان في ظِل ونور وحاجات كده، فممكن نجرّب مثلًا بعد ما نحط اللون الأساسي، نجيب لون وليكن بُني. هو كان في لون بُني فاتح كده بس مش لاقيه بصراحة. لو أنت ما عندكش اللون ده، هات لون بُني وخِف إيدك وأنت بتلوِّن. آجي مثلًا عند الأماكن اللي هي بتبقى فيها ظِل شوية، أغمّقها باللون البُني ده. هو مش ده اللون البُني اللي أنا كنت عايزه، بس يعني ممكن يمشّي لي الدنيا. ممكن كمان أعمل إيه، ممكن أجيب لون أخضر وألوِّن الأرضية بتاعة الملعب، برضه يحسّسك أكتر بالبيئة اللي اللعيب ده فيها، يعني نجيلة أهي، يعني في أرضية ملعب كرة قدم. ممكن مثلًا أجيب القلم رصاص وابتدي إن أنا أظلِّل، قلم رصاص عادي جدًا. شوف باجرّب إن أنا أsketch بألوان فلوماستر، على قلم رصاص، على قلم اسود تحبير، على ألوان خشب وهكذا. ولو في مجال كمان إن إحنا ممكن نجرّب ألوان جواش كمان عليهم، ما فيش مشاكل. كل ده متاح، يعني إحنا قاعدين مع بعض بنتسلى أو بنحاول إن إحنا ب ب يعني مش بنجهّز لوحات فنية هندخل بها معارض ولا حاجة، لأ، ده هي الفكرة إن أنت تستمتع بالهواية نفسها. ابتدي مثلًا ألوّن في الخلفية وليكن إيه، أو لأ، في لون جاي من الخلفية اللي هو اللون مثلًا برتقاني أو أصفر أيًا كان، وليكن زي مثلًا ضوء الشمس ما هو ضارب كده في اللعيب ده، أدخّله كده مع التيشيرت والألوان كلّها اللي أنا باشتغل بيها. أجرّب، كمان أجيب اللون الأزرق وأشتغل الخلفية اللي هي ورا خالص، وليكن تبقى زي السما مثلًا أو أيًا كان، أو حتى خلفية عادية خالص، باجيب لون أزرق، لون برضه خشب، وأمشي مع الإيه، من ورا كده من ورا الشخص ده، بحيث إن يبان إن هي الخلفية من ورا، بس بأي شكل يعني. ممكن أغمق من تحت شوية عشان تدّي بُعد أكتر، ما يبقاش كلّها يعني درجة واحدة. ممكن أدخّل اللون الأزرق مع التيشيرت الأبيض ده، مع الألوان كلّها. ممكن أجيب القلم الأسود سِنّه رفيّع وابتدي إن أنا أظلّل ب بالتهشير، اللي هو الخطوط اللي جنب بعضها دي. باجي برضه عند الأماكن اللي أنا باتخيّل إن فيها ظِل، وباعبّر عنها بطريقة التهشير أو بطريقة اللي هو الخطوط اللي هي الناعمة أوي دي. الخطوط الناعمة دي كل ما بتحُط خطوط أكتر، طبعًا عشان السِن ناعم، فممكن يكون مش باين من أول ما باشتغل، ولكن مع التكرار أو مع تزايد الخطوط دي جنب بعضها، بس طبعًا تجتهد إن هم يعني يكونوا في مكانهم المضبوط، على الأقل يبقى في الأماكن اللي هي مش متعرّضة للضوء، يعني لإن إحنا بنعبّر عن التهشير ده، بنعبّر عن الظِل، أماكن الظِل. خطوط ناعمة جدًا، ولكن مع تكرارها بيدّي برضه شكل جمالي في الآخر. والله ممكن كمان أعمل لوجو للنادي بتاع اللعيب ده مثلًا على التيشيرت. طبعًا أنا مش هاعمل لوجو حقيقي يعني، ولكن دايرة كده مثلًا، رقم على التيشيرت من قدّام وليكن 17 مثلًا. هتقول لي اشمعنى 17؟ هاقول لك استسهلته، مش عشان حاجة معيّنة، إلا إذا كنت بترسم حاجة بتعبّر عن حاجة معيّنة، فمحتاج إن أنت تجيب رقم اللعيب اللي أنت عاوز تعبّر عنه وكل حاجة. جرّبها كده وقُل لي وصلت لفين.